سعيد مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر من الأولى بالرباط. تتابعون في أبرز عناوين هذا المساء. المبادرة الملكية المتعلقة بالحفاظ على الثروة الحيوانية مكنت من مواجهة إشكالية تراجع القطيع بسبب الجفاف، وعملية إحصاء القطيع أسفرت عن ارتفاع عدد رؤوس الماشية إلى أزيد من 32 مليون رأس. معطيات جاءت في الندوة الصحفية التي عقبت انعقاد مجلس الحكومة. دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ يشكل نقلة نوعية في مسار إصلاح العدالة ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى تكريس العدالة الجنائية وإعادة إدماج المدانين في المجتمع مع مراعاة المصلحة العامة. استمرار توزيع المساعدات المغربية التي أمر بها جلالة الملك نصره الله لفائدة الفلسطينيين في قطاع غزة، أدوية ومستلزمات طبية، مواد غذائية استفاد منها النازحون خاصة منهم الأطفال. برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، الناخب الوطني وليد الركراكي يكشف عن قائمة اللاعبين الذين تم استدعائهم للمشاركة في المباراتين المقبلتين للمنتخب المغربي أمام كل من النيجر وزامبيا. أهلا بكم من جديد. في إطار اللقاءات الدورية بين القوات المسلحة الملكية وبعثة الأمم المتحدة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم. استقبل بمقر أركان الحرب بالمنطقة الجنوبية بأكادير الفريق فخرول أحسان قائد قوة البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا اللقاء كان فرصة لبحث أنشطة البعثة والتنسيق بين الجانبين في المجالات العملياتية والأمنية وإزالة الألغام والدعم. وبالرباط